خليني اقول لك ازاي الكافيين بيأثر في الجسم. لما بنشرب كافيين بيوقف ماده في المخ اسمها الادينوزين. الماده دي اللي بتقول لجسمك يلا ننام، فبتحس انك صاحي ومركز. لما بتوقف الكافيين مره واحده الاوعيه الدمويه اللي في المخ بتوسع، وده اللي بيسبب صداع الانسحاب. طب ليه بقى الناس مختلفه في تحمل الكافيين؟ الموضوع ليه علاقه بالجينات. في ناس جسمها بيكسر الكافيين بسرعه فبيعرفوا يناموا بالليل بعد ما بيشربوا قهوه. في ناس تانية لما بتشرب الكافيين ما بيتكسرش بسرعه في جسمهم فيزود التوتر والارق. كمان مستقبلات المخ بتختلف من شخص لاخر، وهنا يجي دور التوتر. خد المعلومه دي عندك، لو انت عايش تحت ستريس عالي جسمك بيكون حساس اكتر للكافيين. طب هو الكافيين اصلا مفيد ولا مضر؟ مفيد لما نشربه باعتدال، لكن لو زاد عن 400 مللي جرام في اليوم هيخليك عايش في ارق مزمن وصعوبه في النوم، توتر وعصبيه وصداع متكرر، زياده في ضربات القلب وعدم انتظامها احيانا، مشاكل في المعده زي الحموضه والاسهال، جفاف لان الكافيين مضر للبول. خد شويه نصايح عندك، حاول تثبت كميه القهوه معينه في اليوم وما تزودش عنها. ممكن تحاول تجرب دي كافيين او بدائل اعشاب مختلفه. اشرب ميه كتير عشان تعوض الجفاف. خلاصه زي ما بنقول، الحاجات اللي بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. اكتب لي في الكومنتات بتشرب كام فنجان قهوه في اليوم. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الفيديو اللي جاي.